السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. كبدة الفراخ مصدومة معانا يا جماعة، بجد ما فيهاش ملهاش وصفات كتيرة أنا بشوفها، بس بجد هنعمل لها وصفة النهاردة فوق الروعة. بجد سهلة وبسيطة، مش هتصدقي خالص إن ديت كبدة فراخ، يعني في 10 دقايق كده هتخلصي. شايفين الكبدة مستوية إزاي؟ ولا تقولي أي وصفة برجر بقى ممكن تعمليها، لا رب الفيديو فعلا ينور رضاكم، لأنه فعلا وصفة ممتازة جدا لكبدة الفراخ. انا عندي نص كبده فراخ غسلتها ونشفتها كويس، اهم حاجه بس تنشفيها من الميه عشان تعرفي تقطعيها كويس. ممكن تزودي الكميه الكيلو او اللي يريحك يعني، او ممكن كمان على فكره الكميه دي تنفع برضه لربع كيلو كبده، هي هتبقى نفس اللي هي المقدار، يعني هيطلع وياكي مظبوط ان شاء الله. طيب بعد كده هنبدأ نقطع الكبدة كلها كبدة. بصي مقطعها صغير جدا، مش عصافير اسكندراني كده، لا بصي انا عايزة صغيرة جدا، اصغر يعني حاجة ممكن توصلي لها ايديكي ممكن تقطعيها بيها. بعد كده انا عندي ليمونة، يعني عصير ليمونة. عندي بقى البهارات بتاعتي، انا عندي هنا نص معلقة كمون، عندي زنجبيل، عندي بهارات فراخ، عندي وعندي هنا زنجبيل، وعندي كركم يا بنات، مهم جدا اللي هي نص معلقة الكركم، وطبعا الملح حسب الرغبة. تمام. هنقلب بقى البهارات بتاعتي كده كويس جدا، وهنسيبها بقى ايه تتبل فيها شويه. اهم حاجه بقى علشان الكبده بيبقى ليها زفاره، هنحط نص معلقه، نص كوبايه او نص فنجان كبير طحينه خام. طحينه خام يا بنات، مش مفكوكه خالص او مش متسيحه. تمام. هحطها بقى بعد كده، هحطها على الكبده وهقلبها شويه وهسيبها لمده 10 دقائق مع الطحينه مع البهارات بتاعتي. وتعالوا هنعمل جنبها كده طبق جانبي بطاطس في منتهى السهوله وبطريقه جديده مختلفه شويه. انا عندي البطاطس بتاعتي جبتها وقطعتها بالشكل دوت. اهم حاجه بس تخليها محمله شويه، يعني فيها قلب يعني تخينه. اهم حاجه بس انا عايزه القطعيه تكون تخينه شويه. نعمل بقى الكفر بتاعها. انا عندي هنا حوالي معلقتين او معلقتين ونص نشا. عندي ملح حسب الرغبه، عندي كمون برضو، وعندي شويه فلفل، عندي شطه. وهنقلبهم كويس جدا، وبعد كده هحط فيهم البطاطس وهقلبها حلو قوي لغايه ما الاقي البطاطسايه كده اتغلفت بالنشا بتاعتي. طيب هنعمل الكفر برضو بتاع الكبده يا بنات. انا عندي حوالي 3 معالق كبار نشا، وبعدين هنبدا برضو هنحط البهارات بتاعتي. انا عندي كمون، وعندي برضو زنجبيل، عندي شطه، وعندي هنا 3 فصوص توم. ممكن لو ما فيش توم طازه ممكن تعملي توم باودر. عندي معلقه بقدونس، وعندي بيضه، وعندي ربع كوب حليب. وهنقلب الكميه دي كلها مع الملح. الملح بقى حسب الرغبه، بس انا حطيت البهارات بتاعتي كلها نص معلقه صغير. قلبي 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 كويس جدا كده لغايه ما يختلط البيضه مع البهارات والنشا كويس. وبعد كده حطي الكبده بتاعتنا وبرضو قلبيها كويس لغايه ما هتختلط هي والسائل بتاعنا ده، والخلطه بتاعتنا كده تبقى نسيج واحد. اهم حاجه عشان ما تخليش جزء فيها في يعني سائل كده والتاني لا. شايفين؟ بس انا هنا القوام شايفين يا بنات مش هينفع تتشكل خالص لانها سايله خالص. حطيت معلقتين دقيق بس، وممكن انت لو زودت اللبن ممكن تعوزي 3 معالق دقيق، يعني على حسب كميه اللبن ما تكترهاش. قلبي قلبي كويس كده وهنشوف برضو القوام. شايفين القوام؟ يعني بينزل يعني تقل شويه ازاي من على المعلقه. الاول كان بينزل سايل خالص، انما دلوقتي بقى تقل شويه. ده القوام اللي انا عايزاه. عندنا بقى في الزيت سخن يا بنات، هنقلي الاول البطاطس بعد كده فيها الكبده. هنجيب احنا البطاطس، ان النار تبقى سخنه زي ما انتم شايفين، والنار تبقى عاليه. ما بنقليش البطاطس على نار هاديه يا بنات، ولا حتى متوسطه، خليها عاليه. البطاطس ما بتاخدش سوا، هتستوي على طول وهتحمر، هتبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه، لان احنا مقطعينها قطع اللي هي تخينه زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. مناسبه جدا مع اكله اللي هي الكبده اللي احنا عملناها طبعا. وبعد ما تحمر مش هتاخد يعني بضع دقايق ويانا، بعد ما هتحمر هنطلعها وهنبدأ نحط اللي هي الكبدة بتاعتنا. شايفين البطاطس مقرمشة من بره وطرية وجميلة. بعد كده هنبدأ نحط بقى ايه الكبدة بتاعتنا. انا مليت كده اللي هي الكوباية المعيارية. لو ما عندكش الكوبايات اللي هي المعيارية ديت خلاص، لو عندك المعلقة العادية حطي معلقتين 3 فوق بعض وافرديهم، او هي لوحدها اصلا بتتفرد هي زي ما انتم شايفين. او ممكن مثلا عندك مغرفة يعني، او مثلا فنجال يعني عميق شويه اللي موجود عندك اشتغلي بيه. مش لازما اللي هي المعلقه المعياريه اللي انتوا شايفينها ديت، انا بس اللي موجود عندي انا بشتغل بيه برضه. وهسيبها هتاخد يعني هتاخد حوالي من 6 ل7 دقائق على الجنبين، يعني كل شويه انا بقلبها
انا ما بسيبهاش تحمر من جنب وبعد كده جنب تاني وبطلعها، لا، كل شويه اقلبها كل شويه اقلبها لغايه ما احس ان هي استوت من الجنبين نفس الدرجه وبطلعها. اهم حاجه بقى السوا على نار متوسطه، بلاش نار عاليه علشان ما تتحرقش منك او تستوي بسرعه ومن قلب الكبده من جوه ما هي تستوي. مهم جدا عشان الكبده تستوي تبقى نار متوسطه يا بنات. زي ما انتم شايفين كده طلعتها ما شاء الله، لون بقى ولا الطعم ولا الريحه في حد يعني انت تديها له ان مثلا ان يقول لك ديت كبده؟ مستحيل. لغايه ده طبعا لغايه انت ما تقولوا لي لا ديت كبده بجد. بجد اقراص الكبده ديت بصي من اروع الوصفات اللي انا عملتها بالنسبه للكبده يا بنات، بجد تحفه يعني. جربوها ودي كبده فراخ يعني، حاجه مثلا برضو مش غاليه زي الكبده اللي هي البقري او الجاموسي. بجد تحفه يعني، قد ايه سهله وبسيطه، مش هتاخد منك وياكي يعني وقت خالص، هي ربع ساعه كده هتكوني خلصت الغدا بتاعك. بجد روعه. شايفين بقى السوا 100%، مفيش ريحه زفاره عشان الطحينه اللي احنا حاطينها. اعملها بقى بسندوتشات مع مكرونه مع رز اصفر، مناسبه جدا فعلا. طبق سهل ولذيذ واقتصادي جدا جدا. يا رب الفيديو يرضاكم وتنفذوه. السلام عليكم.